النيابة الإدارية اليوم بمؤتمرهم الصحفي يعلنون تمسكهم بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من إنشاء جهة القضاء التأديبي باعتبارها جهة قضائية مستقلة تقوم النيابة الإدارية بمباشرة الدعوة التأديبية باعتبارها جزءا من هذا القضاء التأديبي. مستشاري النيابة الإدارية اليوم يرفضون أي تدخل في أعمال لجنة نظام الحكم، يرفضون أي تدخل في أعمال لجنة الخمسين. لجنة الخمسين هي اللجنة التأسيسية، هي السلطة المنشئة لكل سلطات الدولة، سواء السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية. السلطة القضائية هي ملك للشعب المصري، وإذا قال المشرع الدستوري أن هناك إعادة تنظيم وترتيب لمنظومة السلطة القضائية من أجل صالح المواطن المصري، من أجل سرعة إنجاز العدالة القضائية التي هي في الأساس حلم كل مواطن مصري، فلا بد لنا جميعا أن نقف في هذا الأمر. نحن لا نسلب أي اختصاص من أي جهة قضائية. إنشاء القضاء التأديبي هو اختصاص مجلس الدولة في الأساس، هو اختصاص خاص بالفصل في المنازعات الإدارية، وبعكس المنازعة التأديبية. المنازعات التأديبية هي دعوة عقابية قريبة تشابه بالدعوة الجنائية التي تباشرها النيابة العامة. فنجد أن أعضاء النيابة الإدارية على مدار تاريخهم القضائي يتولوا التحقيق ومباشرة الدعوة التأديبية دون أن يكون لهم الأحقية في تولي منصة القضاء التأديبي. وفي المقابل نجد أعضاء مجلس الدولة بالرغم من عدم مباشرتهم أي أعمال خاصة بالدعوة التأديبية يتخلدون منصة القضاء التأديبي. إنشاء القضاء التأديبي هو في صالح المواطن، يؤدي إلى سرعة إنجاز العدالة القضائية، يفرغ أعضاء مجلس الدولة بالقيام بدورهم الرئيسي بوصفهم قضاة مشروعية، قضاة فصل في المنازعات الإدارية. تم دعوة معالي المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية، وأعلنا بالأمس ونعلن اليوم تمسكنا بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم في هذا الأمر. أؤكد على سيادتكم أن هذا الأمر ليس بدعة. المشرع الدستوري على مدار السنوات السابقة كان يقوم بإعادة توزيع منظومة السلطة القضائية. مجلس الدولة أنشئ عام 46، المحكمة الدستورية العليا أنشئت عام 1969، بالرغم من أن اختصاصات تلك المحاكم كان يقوم بها القضاء العادي، إلا أن المشرع الدستوري رأى لصالح المواطن المصري ولإنجاز العدالة المصرية أن يقوم بإنشاء القضاء المتخصص الذي يعود بالنفع على المواطن المصري.